يا ساتر. عزيزي الشاب اللي طالع ميتينك في الدراسة أو الشغل أو في الحياة عموما، عامل ايه؟ أتمنى تكون بخير. حاسك مخنوق، يمكن مخنوق مثلا عشان طلع كلام ان انت وانت بتوطي تربط الجزمة بوكسرك بان وكان احمر في بيتي في فحلقي، او في الجامعة او في المدرسة طلع كلام ان انت شخصيتك بتنتهي بعد الكلام في الكتب مثلا. فدي كلها اشاعات وكلام بلا دليل، فمعانا كتاب هيخليك تدحض اي اشاعات واي كلام بلا دليل على بوكسرك، هل كان احمر في فحلقي ام فقط فحلقي. فمعنا كتاب التفكير الناقد للجيل الصاعد، وازاي تستقبل اي كلام او فكرة بطريقة نقدية وتحليلية. عموما يبقى شايك على البنطلون قبل ما توطي. عزيزي ابو بوكسر فحلقي، عامل ايه بعد الانترو؟ اتمنى تكون بخير انت وبوكسرك. فقبل ما نقول ازاي تنقد اي فكرة تجيلك في الحالة دي بوكسرك الفحلقي، ايه اهمية اصلا الشيء ده؟ اهمية انك تفكر تفكير نقدي. فبينا نقول ايه الاهمية. ربنا حسنا على الشيء ده واظن دي اهم حاجة. تاني حاجة بيخليك بني ادم احسن من رأيي، مش بني ادم عليهم معاهم، بيخليك تبني وجهة نظر. تالت حاجة بتخليك ذواقة كده، افكار معينة اللي بتعجبك زي كده. ايوه انا. فبرضك يا عم بطل رغي بقى، عايز ارد على الاشاعات ان شافوا بوكسري الفحلوقي. فبينا على اول قاعدة من قواعد التفكير النقدي، والتي هي عدم قبول الافكار الخالية من الدليل. حول الله يا رب، الدنيا ضد في التسجيل. ماشي. فواحد، عدم قبول الافكار الخالية من الدليل. يعني ايه الكلام ده؟ تروح كده اللي طلع الاشاعة تقول له في وشه كده وانت باصص في عينه وبرق كده، وتقول له اسمع يا ابن عندك دليل؟ معاك صورة يا ابن الصرمة؟ وحتى لو معاك يا ابن الصرمة بتصور ليه بوكسر حد؟ هوب تروح تطلع عليه النشاز بقى. فببساطة يا صديقي اللي طالع ميتينك لا تقبل فكرة بدون وجود دليل. زي مثلا الجماعة بتوع الأبراج، يقول لك انت برجك ناري خالص، ايه ده انت كنت شغال في فرن؟ فاللي اولا لو انت منهم ربنا يهديك ما تبقاش منهم. ثانيا الجماعة دول ما عندهمش ب2 جنيه دليل. فببساطة اول قاعدة، لا تتقبل فكرة بدون دليل. تاني حاجة، تحليل الفكرة ل3 اجزاء. ايه هما ال3 اجزاء؟ الدليل، وبعد كده الاستدلال، وبعد كده النتيجة. الدليل معروف في الحالة اللي عندنا دي ببساطة، انه شافك وانت بتوطي ولا مؤاخذة هوب لمح البوكسر هو وشلته. نتيجة الدليل ده ايه؟ هو الحقيقة حاجتين، ان انت مش تمام عشان لابس احمر في حلقي، او يا هو عشان بيبص على بكاسر الناس. ماشي. الحلقة دي بدأت تروح مني في حتة مش تمام. المهم ان النتيجة انه شافك والمؤاخذة. طب والاستدلال ده معناه ايه؟ الاستدلال هنا ببساطة البريدج او الجسر اللي ما بين الدليل والنتيجة، وكل جزء لازم يكون قائم بذاته. فتعالى نتدرب على الفكرة دي. اول حاجة الدليل، وممكن عادي شفتها غلط وده مش بوكسري، يمكن فلنتي يا جدع اللي بانت، وبعدين انت مركز مع الدخل بتاعي ليه؟ فدي اول نقطة. طب والنتيجة انه شافك لا مؤاخذة، اقول لك ما الدليل غلط هيؤدي لنتيجة غلط. اما بالنسبة للاستدلال بتسأل هل في علاقة بين الدليل والنتيجة، يعني هل في ربط بين الاحمر واللا مؤاخذة. الصراحة ما تلبسش احمر. بهزر. فمفيش ربط بين النتيجة والدليل، وبكده ضحضنا، خلي بالك من اللفظ ضحضنا دي، الفكرة وانت في الامان يا صديقي في حلو. 3، نقد الاستدلال بمبدأ التلازم. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ هقول لك اخويا، ولا كبير ولا حاجة. ببساطة احنا قلنا ان الاستدلال هو الربط بين النتيجة والدليل، ففي بعض الاحيان بقى زي صاحبنا اللي شافك ما بيبقاش في ربط بين الدليل والنتيجة. مثلا معلش رايح انت والفحلوقي ناخد حاجة اكبر، مثال اكبر يعني. مثلا الناس اللي بيقولوا ان ربنا مش موجود، اولا تقول له على الميتين لا مؤاخذة، تقول له ايه الدليل؟ يقول لك مش شايفه. فربنا مش موجود دليله ايه؟ انه مش شايفه. تعال نفصص اللي قاله دلوقتي. معنا دليل ان هو مش شايف الله عز وجل، فالنتيجة ان هو مش موجود. فهنا بقى اقفش عبيط وتقول له مفيش تلازم ولا الوسخة بين الدليل والنتيجة، ما الهوا مش بتشوفه، الالكترون مش بتشوفه، والاتنين موجودين. فده ببساطة معنى نقد الاستدلال، ان مفيش ربط بين الدليل والنتيجة. فاعمل لايك وسبسكرايب بقى يا عم، روق عليا. 4،
معارضة النتيجة بنتيجة أقوى منها، وإن كنت في القوة أوي فأنا أوي. نرجع لمشكلة البروفيسور عزيز الفحلوقي. النتيجة هنا إنه شاف ولا مؤاخذة الحكي والميكي، فهنا لازم انت تطلع بنتيجة اقوى من النتيجة اللي قالها. تقول ما مثلا بحبه يا جدع، مش البوكس باللون يا ماشي. فانت هنا جبت دليل اقوى من الدليل اللي قاله. 5. النظر في الجوانب المفقودة اللي بتأثر على الدليل. في حاجة كده بتبقى مش متقالة عن قصد او من غير قصد، لكن في الاخر انها بتأثر في تصور الدليل. وهنا مثلا ان الراجل اللي شافك ده بيلبس نضارة مثلا، وكان خالعها لما كنت بتربط الجزمة وشاف الفحلوقي، فعدم ذكر ان هو كان قالع النضارة بوظت الدليل كله، لانه ببساطة كده مش هيكون شايف حاجة. فاهم قصدي؟ بس كده يا عزيزي الفحلوقي، اتمنى يكون مثال الفحلوقي مضايقكش. كنت بحاول بس اوصل الكتاب لان الكتاب صلب جدا. فبس كده يا صديقي، كان معاك اخوك الخربوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.